السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. المنظر اللي انتوا شايفينه ده الفرن الكهرباء بتاعي. قايمة الصبح عادي بأمر العيش عليه، او بأمر العيش فيه عشان كانوا العيال ماشيين على المدرسة، افطرهم يعني. فمش عارفة، مرة واحدة لقيته ضرب وولع من جوه. ما انتوا شايفين كده، انا مش عارفة ده حصل ازاي وايه السبب، بس اكيد السبب انا يعني في احتمال ان الكهرباء عندنا اليومين دول في المنطقة على طول بتقطع، وكمان النور على طول يعني تحس ان هو بيرقص كده بايد ويطفي ايد ويطفي كده يعني مجرد ثواني كده. فطبعا على قد ما بقدر ببقى فاصلة الأجهزة وساعات بيحصل ان انا ما باخدش بالي ان انا ببقى محتاجة الحاجة، فمش عارفة بصراحة ده حصل ازاي. عادي العيش بيتأمر جواه، فجأة لقيته اتضرب وحصل ولعة جوه. بصوا المنظر، الحمد لله يعني. وكمان يعني من ستر ربنا عليا ان في نفس الوقت اللي حصل فيه البتاع ده، الضربة اللي حصلت دي او الولعة اللي حصلت، الكهرباء قطعت. طبعا احنا افتكرنا انها قافله بقى، وعمل قافله ورحنا عشان نشوف المفاتيح بتاعه الكهرباء اللي هي اللي بتبقى العموميه، اللوحه اللي بتبقى لما بيحصل قفله الزراير بتنزل دي. لقينا الزراير زي ما هي ما نزلتش. ففهمنا بقى ان الكهرباء كانت قطعت اصلا، لما شفنا في البيت كله لقينا الكهرباء قطعه. فزي ما انتم شايفين كده يعني ايه، الحمد لله ان في الوقت ده يعني تقريبا في نفس الثانية، يعني في نفس الثانية اللي ضرب فيه الكهرباء قطعت. يعني طبيعي انت هتقول الاوتوماتيك اللي عندك في الشقة هو اللي فصل. فلما رحنا ما لقيناش ايه، رحنا بقى عشان نفتح الزراير، نرفع الزراير عشان نجيب الكهرباء، لقينا الزراير ايه، مرفوعة. فهمنا بقى ان الكهرباء قطعت. يعني دي الحمد لله، يعني الحمد لله ستر ربنا علينا ان نجينا منها، ان الكهرباء قطعت في نفس الوقت. يعني زي ما انتم شايفين، بصوا المنظر عامل ازاي. فالحمد لله، يعني لله الحمد ان ربنا سترها معانا. كمان امبارح برضو بسبب الكهرباء البوتاجاز حصل نفس الموضوع. بعمل الاكل عادي وفي امان الله ومفيش اي حاجه، وكنت خلاص خلصت. حتى لو انتوا شايفين المنظر، البوتاجاز، انا والله العظيم من امبارح انا مش يعني ما قدرتش، كنت اعصابي سايبه من المنظر اللي انا شفته امبارح واللي انا عشته. كنت في المطبخ واقفه في المطبخ. انا اكتر حاجه كمان بخاف منها الكهرباء والغاز. انا عندي هنا غاز طبيعي، فالموضوع كان مرعب كمان. ف انا واقفه، يعني واقفه الاكل، البوتاجاز شغال على الاكل. كنت خلاص كنت بعمل فول، كنت بدمس فول، وكان خلاص بقى قربت ادفع عنه، يعني كان خلاص استوى. واقفه بقى بشطب الحوض وكده، قلت عشان بعد ما اخلص عملت الغدا وعملت كل حاجه، وقلت بعد ما اخلص ايه شطبت الحوض وسبت بقى الفول شغال عليه، فقلت بعد ما يخلص هغسل البوتاجاز. وانا واقفه على الحوض، طبعا الحوض الرخامه جنب البوتاجاز على طول، الحوض يعني. فانا شم ريحه شياط، انا شم ريحه كهرباء بتتحرق. آه، انا عارفه ان هي ريحه كهرباء ليه، لان حصلت معايا قبل كده في الغساله. الزرار بتاع الغساله قبل كده عندي برضو اتحرق. فعارفه الريحه دي يا جماعة، يعني هتجنن. الريحة دي جاية منين؟ بقيت ابص على كل حاجة فيها كهرباء في المطبخ، مش لاقية حاجة بتتحرق. ما خطرش في بالي خالص ان يكون البوتاجاز. لقيت بقى العين دي اللي كانت شغالة، كانت اصغر عين عندي، كنت مولعة عليها الفول. لقيتها مرة واحدة بوم ضربت. طبعا انا اترعبت. اول مره تحصل برضو في البوتاجاز. يعني اللي انا اعرفه على البوتاجاز ان ممكن العين تهب زي ما بنقول يعني، انما انها تضرب قنبله كده تضرب، مش عارفه برضو ده كان ايه. طبعا كل اللي انا قدرت اعمله ان انا رحت شاده ده كده، ولان الفيشه اهي زي ما انتم شايفين الفيشه من ورا، ورحت شد فيشه الفيشه كهرباء على طول، وفصلت الغاز. وطبعا في اشعال ذاتي. كمان انا مش بقلقكم او بخوفكم من الاشعال، لا، ده البوتاجاز ده يعني انا بتاع جوازي، وانا بقالي 13 سنه متجوزه وماشيه في ال 14 سنه. فامان يعني الحمد لله، 14 سنه اهو بستخدمه، ما حصليش اي حاجه خالص فيه. اول مره كان تحصل هو بسبب الكهرباء، بسبب اللي حصل في الكهرباء،
ان الكهرباء على طول بترقص وعلى طول بتقطع. فيعني مش عارفة الواحد يشتكي ولا يعمل ايه في الموضوع ده. بس أنا برجع اقول الحمد لله، الحمد لله ان ربنا نجانا الصبح من الفرن وخلى الكهرباء قطعت في الوقت ده، ربنا يعني قطع الكهرباء. وكمان البوتاجاز ان انا كنت واقفة جنبه، يعني ده برضو كمان ستر من ربنا ان انا كنت واقفة جنبه لما حصل الفرقعة اللي حصلت جواه. وطبعا انا بقى بعدها بقى في شوية كده انا برضو عايزة اعرف ايه اللي حصل. شلت العين اللي هي العين الخامسة دي، شلتها. وكمان ايه يعني حاولت ان انا ابص من جوه اشوف في حاجة والعة من جوه، في ايه من جوه، ما لقيتش حاجة. فبرضو ما مش عارفة لسه بقى ايه يعني. هنشوف برضو الموضوع ده ان شاء الله. اغسل بقى البوتاجاز كده واشوف الدنيا فيها ايه. والله يا جماعه انا بغسل البوتاجاز على طول بعد الاكل على طول، بس انا بجد كانت اعصابي سايبه قوي. وكمان يعني اللي حصل يعني كان صعب. فما تقولوش سايبه البوتاجاز وسخ ليه كده وبتصوروا البوتاجاز مش نضيف. لا هو نضيف، انا بنضفه على طول الحمد لله. بس والله هو الحمد لله يعني الخضه كانت وحشه. فيعني الحمد لله، يعني بجد الحمد لله ان ربنا نجانا من الموضوع ده وعدها على خير. يعني مش اول مرة تحصل لنا موضوع الحرق من الكهرباء دي، لان حصلت في الغسالة برضو لو تفتكروا. ان الغسالة عندي برضو قبل كده ولعت، الغسالة الاوتوماتيك ولعت عندي قبل كده برضو. كان برضو ده من ستر ربنا عليا برضو، ان انا كنت متعودة اني بشغلها وانام. في اليوم ده ما نمناش، اتأخرت شوية في النوم يعني. وانا راجعه لقيت اللي حصل. فبرضه ده كان برضه ستر من ربنا الحمد لله، الحمد لله يعني. المره دي برضه ان انا واقفه جنب البوتاجاز فربنا برضه يعني اوحاني ان انا جاريه افصل الكهرباء وافصل الغاز عشان ما يحصلش مضاعفات اكتر من اللي حصلت. يعني هو ما فيش حاجه حصلت يعني، بس الله اعلم كان ايه اللي هيحصل يعني. يا رب يا رب يستر علينا وعليكم وعلى جميع الناس يا رب. وطبعا الستر اللي من عندنا ده او الستر اللي عندنا ده من دعاء الوالدين الحمد لله. على طول يدعوا لنا ان ربنا يسترها معانا الحمد لله يعني. والحمد لله، وربنا ما يكتبها على حد ابدا، لان بجد كانت خضه وحشه، والله خضه وحشه قوي. لما تبقي واقفه ومولعه البوتاجاز وتلاقي دب مره واحده، ولا الفرن تلاقيه مره واحده بوم كده. الحمد لله يا رب يعني الحمد لله. معلش بقى يعني انا ايه يعني حبيت انبهكم برضو الموضوع الكهرباء ده. انتوا تخلوا بالكم يعني ما تسهوش عن البوتاجاز تقعدوا كتير مثلا وكده، لا يعني خلي بالكم عشان ربنا ينجيكم وينجينا كلنا يا رب.